كنزة وعبد الله تفضلوا لوسط المسرح. عبد السلام تفضل. كنزة. كنزة وعبد السلام أكيد ناطرين الكلمة الفصل. كنزة تاني مرة بتوقف هون وبتختبر شعور الخوف الكبير. عبد السلام صار قبضاي مستر نومينيشن، تعود وعادي ومرتاح، قدر يصمد، لكن قدر يصمد. فهل رح تتكرر التجربة الليلة يا عبد السلام؟ شو بتقول؟ عادي. بهالأثناء كل لحظة عم تقطع كأنها دهر على الطلاب. عبد السلام وكنزة اثنيناتهم بيتمنوا انه يبقوا الليلة ويكملوا المشوار. اثنيناتهم كسبوا حب زملائهم والجمهور، لكن الجمهور الليلة هو يلي كان الحكم. انتم مشاهدينا ببيوتكم قررتوا وصوتوا وساعدتوا واحد من بين عبد السلام وكنزة. الليلة انتم الحدث، كل الأنظار عليكم. أنا هون، أنا والجمهور مثلهم ناطرين النتيجة تتبين على الشاشة. مين ما خرج الليلة رح يكون ربحان تجربة فريدة وجمهور كبير من كل الوطن العربي، وهيدا الحلو بستار أكاديمي. النتيجة صارت على الشاشة. مين رح نودع الليلة ومين رح يكمل المشوار؟ كنزة أو عبد السلام؟ لنشوف. القلوب عم بتدق، الأعصاب مشدودة، وكلنا ناطرين النتيجة. كنزة أو عبد السلام؟ كنزة بتقول عبد السلام وعبد السلام بيقول كنزة. مبروك لكنزة. مشاهدينا مع هالنتيجة منودع عبد السلام من الكويت الليلة، وكنزة بترجع بتتابع المشوار مع الشباب والصبايا بالأكاديمية. بتمنى تكونوا مضيتوا معنا سهرة ممتعة وبرايم ممتع. لاقوني بكرة مع آخر أخبار الشباب والصبايا باليوميات. وهابي اندبندنس داي لبنان.